تخيل معايا منزل بتحوطه الشرطة من كل حتة وفي مشتبه فيهم موجودين في المكان. احنا شاكين ان في جريمة قتل حصلت هنا، وفجأة يوصل المحقق ويبص على مسرح الجريمة على المشتبه فيهم ويقول لقيتها، ويطفي النور ويرش مادة على الأرض. ايه علاقة ده بالجريمة؟ وايه المادة دي؟ تعال نبص على المعلومة. خلينا الاول نبص على شكل التحقيق في جرائم القتل زمان كان عامل ازاي، اللي كان بيعتمد على الرؤية العادية او الشهود وبعد كده البصمات. المحقق وقتها كان بيبص على مسرح الجريمة كويس ويدور بعينيه على اي بقعة دم او اثر ليها، اللي طبعا بيكون المجرم مسحها كويس. كان بيستخدم المية او الاكسجين او محلول بريكسيد الهيدروجين على بقع هو شاكك فيها. لو في فقاعات او تغير في اللون يبقى غالبا كان في دم هنا. لكن في سنة 1928 هتشوف عالم في الكيمياء من المانيا اسمه والتر سبيك كان شغوف بتجارب الضوء البارد، وهو نوع من الاضاءه بيحصل من غير حراره مش زي النار او المصباح. لما كان بيجرب مركبات عضويه ممكن تضيء لوحدها لو اتفاعلت مع مواد تانية، واثناء التجربه خلط الليمونول بماده مؤكسده زي بروكسيد الهيدروجين في وسط قلوي يعني فيه صودا كاويه، فلاحظ انها بدات تتوهج بلون ازرق في الضلمه. وبعد شويه تجارب لاحظ ان الماده دي ممكن تتفاعل بشكل اكتر لو في ماده معاها اسمها الاف اي حديد. ايه علاقه ده بالجريمه وبالقتل اللي بنحكي عنه؟ ده كل العلاقه. الدم فيه بروتين بيحتوي على الحديد اسمه الهيموجلوبين، فلما ماده الليمونول تتفاعل مع اي حاجه فيها الهيموجلوبين حتى لو نقطه دم صغيره مش باينه بالعين، بتحصل سلسله تفاعلات بتخلي ماده الليمونول تتوهج بضوء ازرق فاتح لمده ثواني. ده اللي خلى العلماء بعد كده يستخدموه في تحقيقات جرائم القتل عشان يدوروا على اي اثار دم محذوفه او مغسوله كويس. ببساطه الليمونول زائد بروكسيد الهيدروجين زائد اثار حديد من اللي موجوده في الهيموجلوبين بيساوي تفاعل أكسدة بيدينا ضوء أزرق خافت ولو لمدة ثواني، بيدينا طرف الخيط. عشان كده المحقق في أول فيديو طفى النور ورش مادة الليمونول عشان يظهر ضوء أزرق فاتح يتوهج لمدة ثواني. المشهد بيبقى كأنه فيلم رعب، كل أثر دم حتى لو نقطة صغيرة بتبان كأنها وشم على الحيطة في الضلمة. علشان تدرك قد إيه دخول الليمونول في مجال التحقيق فرق جدا، خلينا نرجع سنة 1912 لما حصلت جريمة قتل في نيويورك، والضحية كان راجل عنده محل مجوهرات. فتشوا مكتبه كويس جدا لقوا السجاد نظيف تماما، كل الاختبارات التقليديه بتقول مفيش دم هنا. لكن بعد سنين وبعد ظهور الليمونول لما فتحوا القضيه من تاني لقوا في بقع دم كبيره كانت موجوده على الارض غسلت كويس. لكن وقتها في 1912 وقت الجريمه ما كانش في طريقه نعرف بيها. انا اشتريت خلاص مفيش دم هيهرب تاني. استنى بس، عندنا مشكله صغيره، ان الليمونول ممكن يتفاعل مع مواد تانية، ممكن يتفاعل مع الكلور او الحديد زي ما قلنا او النحاس او النباتات او بعض البروتينات الحيوانيه. يعني تخيل مسرح جريمه موجود في المطبخ، الشرطه تيجي تطفي النور ترش ليمونول على الارض كلها، تلاقي الارض كلها بتنور ازرق، كان في جريمه هنا، مجزره. وفي الاخر يكتشفوا ان صاحب البيت كان منظف المطبخ كويس بالكلور من يومين. او في مصنع حديد او نحاس الليمونول هيشتغل وهيبان له اثر لمعه من تفاعله مع الحديد او النحاس ده، حتى لو في حاجات طبيعيه زي بروتينات حيوانيه زي لحمه او سمك ممكن يدي لمعه برضه. علشان كده الخبراء بيقولوا الليمونول هو خطوه اولى في التحقيق لكن مش حكم نهائي. يعني بعد اللمعه اللي بنشوفها في الاول في الليمونول لازم نجمع عينات ونعمل اختبار معملي دقيق زي الدي ان ايه عشان يثبتوا اذا كان ده فعلا دم بشري او لا. والمفاجاه ان حصلت قبل كده كتير، والليمونول ضل للشرطه في قضايا كتير. كانوا يفتكروا ان في جريمه حصلت هنا ويكتشفوا بعد يومين ان ده تفاعل من الكلور او صدأ. لكن في الاخر خلينا نقول ان الليمونول حطينا على اول الطريق، خلى الدم اللي ما كناش بنشوفه زمان ما يستخباش علينا دلوقتي. حتى لو اتغسل، حتى لو عدى عليه وقت، هيفضل ليه اثر. ساعات نقطه نور بسيطه جدا تكشف لنا عن جريمه كامله.